في ابلكيشن جديد اسمه منبه الحب، وده بقى عبارة عن ايه؟ هقولك. الابلكيشن ده عبارة عن منبه بيعرفك لو في شخص بيحبك على بعد اقل من 10 متر، ولازم مش اكتر من كده، لانه لو جوه ال10 متر بتوعك منبهك هيرن، ولو انت اللي بتحب حد ودخلت ال10 متر بتوعه هتتقفش يا معلم، واحتمال تبقى كلاون قد الدنيا. وبكده هنبدأ مسلسلنا، بس قبل ما نبدأ اعمل لنا لايك وسبسكرايب لو كنت لسه مشتركتش معانا، ويلا بينا. دي كيم جاجو البطلة، فاحنا هنسميها كريمة اختصارا يعني. فالمهم كريمة دي بنت يتيمة بائسة، واهلها ماتوا في ظروف غامضة هنعرفها قدام، وشغالة في مطعم مع ولد زميلها معجب بيها اسمه هو يونج، وهنسميه الغلبان المحتاس عشان هي مش واخدة بالها منه طول المسلسل يا عيني. ومعانا كمان بطل مز اسمه سون، وبما انه مز فهنسميه زيزو. وزيزو واد جاي من امريكا وابن ناس وكده، وصاحبه بيكون الغلبان المحتاس اللي لسه قايلين عليه هو يونج، اللي بيكون عايش معاه في نفس الفيلا علشان الغلبان طلع ابن المربية بتاعت زيزو. المهم هم اصحاب، وفي مرة هيشوف الغلبان وهو ماشي ورا كريمة، فزيزو هيمشي وراهم علشان يعرف صاحبه معجب بمين. لكن كريمة بتركب عشان تروح، وطبعا عشان المخرج عايز كده هتاخد بالها من زيزو ومش هتاخد بالها من الغلبان ابن الغلبانة صاحبه. وبعدين هنعرف ان كريمة شغالة في المطعم عشان تدفع الديون اللي كانت على اهلها قبل ما يموتوا لخالتها اللي عايشة معاها دلوقتي. وتاني يوم بيروح الابطال التلاتة المدرسة، واول ما زيزو بيدخل منبه الحب بتاعه ما بيفصلش رن، علشان قال ايه كل البنات معجبة بيه بما انه مز وكده يعني. وهنلاقي ان كريمة عندها حبيب في المدرسة، لكن هي مش منزلة منبه الحب علشان موبايلها قديم وهي غلبانة مش لاقية تاكل زي ما قلنا. وهنتعرف على ولد جديد اسمه دوك. دوك غلبان اكتر من الغلبان اللي فات. هتقولي ازاي؟ هقولك ان دوك معجب ببنت خالة كريمة. هتقولي وايه المشكلة؟ هقولك ان دي العقربة في قصة احدهم، ولا احدهم ايه، دي العقربة في قصة الجميع، فاحنا هنسميها العقربة الخنزيرة. وبيبان انها مش بتحب دوك ولا طايقاه. وبعدين كريمة هتحاول تستخبى من حبيبها عشان مش عايزة تقابله، لكن زيزو هيشوفها فهيقوم بالواجب وهينازع عليه عشان هو خنزير برضه. فحبيبها هيقول لها هو انتي بتهربي مني ليه؟ فهتقول له معلش اصلي ورايا شغل كتير ومش هينفع نخرج النهارده، تحبي تيجي تساعدني فيه؟ فهيقول لها لا مع نفسك، وغدا القاك يا روح قلبي، خدي بوسه اهو. وهي مروحه من المدرسه بتلاقي زيزو ماشي وراها، فبتقول له مالك؟ فبيقول لها ده طريقي انا كمان على فكره، وبيكمل ماشي وراها. فبتقول له يا عم بقى انت ساكن في بيتي ولا ايه؟ فبيقول لها لا بس عايزه اقول لك حاجه. فبتقول له يا نعم. فبيقول لها لو ما فيهاش اساءه ادب يعني انا عايزه ابوسك. فبدل ما تلسعه بقلم يخلي ودانه تصفر، بتقول له معلش مش هينفع اصلي عندي حبيب، وكمان انت واد غني وانا واحده فقيره ذليله والجو ده. قال يعني دي مشكلتها في البوسه، مش عارفه ايه المجتمع ده الصراحه. فبيقول لها انه معجب بيها، وان عيلته الغنيه ما تفرقش معاه في اي حاجه، وكمان قرفينه في حياته، وان اكيد هي برضه معجبه بيه عشان لسه واقفه معاه وبيبوسها، وبترجع مبسوطه عادي جدا. وبيروح لصاحبه الغلبان المتخزوق وبيقول له بقول لك ايه، هو انت لسه معجب بكريمه؟ اصلا انا بوستها، هي كانت تلزمك في حاجه؟ فبيبص له ويسكت ويسيبه ويمشي. وتاني يوم حبيب كريمه بيروح يعتذر لها ان هو خنزير ما ساعدهاش، لكن فجاه منبه الحب بتاعه بيرن، فبيفرح انها حملت الابليكيشن عندها اخيرا، وجرس الحصه بيرن قبل ما تقوله انها مش طايقه وش امه اصلا. وقريبتها الخنزيره هي كمان بتكون معجبه بزيزو، ومنبهها بيرن اول ما بيدخل ال10 متر بتوعها، ولسه هتفرح وتقول هي لقيته خرج من ال10 متر والمنبه لسه بيرن، وهيطلع دوك هو اللي خلى منبهها يرن. فهتتعصب طبعا وهتطلعه على الولد الغلبان ده، وهتهرب منه وهتستخبى في الحمام. فهيبعت لها رساله انه مبسوط انها عرفت مشاعره، وهيستناها النهارده في المنتزه عشان يديها حاجه مهمه. وبيروح فعلا يستناها، وبيلاقي كريمه كمان مستنيه حبيبها اللي مجاش، لانه في الوقت ده بيكون عرف بحوار البوسه. وبيتخانق في المدرسه مع عزيز وهي ما تعرفش حاجه، فبتشوف دوك بيعيط بسبب قريبتها، فبتحاول تواسيه، فبيديها الموبايل اللي كان جايبه هديه للخنزيره، فبتنزل عليه منبه الحب. وبتشوف فيديو لحبيبها وهو بيضرب زيزو عشان عرف بخيانتها، فبتروح له المدرسة بسرعة وبتلاحظ ان المنبه بتاعه مرنش ولا كمان منبهها رن، فبينفصلوا هما الاتنين. وبتروح على شغلها في المطعم وبتلاقي منبهها رن ان في واحد بيحبها على بعد 10 متر، بس ما تعرفش مين لانها زيرو احساس وما تعرفش بوجود الواد الغلبان ده في الحياة اصلا. وفي البيت بنت خالتها الخنزيرة بتشوف الموبايل الجديد في ايدها، فبتقول لها ايه ده، سرقتيه من مين ده؟ فبتقول لها انه هدية من دوك. فتقول لها يا ايه القرف ده، خدي خدي. وتاني يوم في المدرسة الخنزيرة بتشوف الفيديو بتاع كريمة وزيزو، فبتتخانق معاها وبتقول لها ان منبهها مرنش بسببها هي، وبتعايرها انها عايشة معاهم وامها اللي بتصرف عليها، وانها بتسرق منها اي حاجة بتحبها، وكمان انها السبب في موت ابوها وامها. وبعدين بياخدها زيزو عشان يوريها ان منبهه رن وهي جنبه، يعني هي بتحبه وبيشوفهم الغلبان وبيزعل ويمشي. فيجري وراه زيزو عشان يقوله ان هي كمان بتحبه. وبعدين بيروح ياخدها من شغلها ويقول لها شغلي منبه الحب، فبتطنشه وبيمشي وراها ويقول لها يا بنتي شغليه بقى، فبتشغله.
والموبايلين بيرنوا وبيتبسطوا هما الاتنين وبيستعيدوا ذكريات الطفولة سوا. فبيفتكر لما كان صغير والواد الغلبان شاف أمه وهي بتحطله سم عشان تقتله لأنها كانت مكتئبة في الوقت ده، لكن أنقذه قبل ما يتسمم، ومن يومها وهم صحاب ووعدوا إنه دايما هيحميه من أي حاجة. وتاني يوم هم رايحين المدرسة الغلبان بيشوف كريمة قدامه، فبيحاول ما يقربش منها عشان منبهها ما يرنش، فبيقع على الأرض وبيتصاب. وبيروح يعالج نفسه في أوضة التمريض علشان حظه منيل بتعدي جنبه كريمة من قدام الأوضة، وبتدخل تشوفه وهي فاكراه زيزو، وبتتخض لكن بتلاقي ان ظهر قلب تاني على المنبه، وده طبعا زيزو. وبكده بتتأكد ان الاتنين الصحاب بيحبوها هي. وبالليل بتتمشى شوية مع حبيبها زيزو، وبعد ما بيوصلها البيت بيقابل قريبتها الخنزيرة اللي بتقوله على حاجة مخنزرة شبهها هنعرفها بعدين. وبيروح زيزو لصاحبه يكلمه، لكن طبعا عشان هو غلبان فهيقوله ان طالما هي بتحبه برضه فبيتمنى لهم الخير، وحاجة في منتهى طيبة وتربية الأستاذ بهاء سلطان يعني. فبيقرر انه يمسح الابليكيشن من عنده. وفي المدرسة كريمة بتلاقي ان في حد دفع لها فلوس وجبات المدرسة، فبتفتكر انها خالتها يعني، فبتاخد الاكل وبتروح تقعد، وبيجي حبيبها ويقعد جنبها ويعاكسها ويتموحن شوية وكده. ولما بترجع البيت الخنزيرة بتقول لها ايه رأيك في الاكل اللي على حساب حبيبك؟ انا مقلتلكيش؟ مش انا حكيت له انك يا حرام فقيرة وشحاتة ومش لاقية تاكلي؟ فقرر قال ايه يشفق عليكي ويساعدك، معلش. فبتروح بسرعة تتصل بيه تلومه انه عمل حاجة زي كده من وراها، بس هو بيكون سايب الموبايل وما بيردش عليها. وتاني يوم الخنزيرة هتعرف المدرسة كلها بالحوار ده، فزيزو هيزعل وهياخدها على جنب يهزقها على خنزرتها. فبتعتذر له وتقول له انها عملت كده عشان هي الوحيدة اللي بتحبه، وحاجة في منتهى تس انا الثعبان. وبتوصل كريمة وبتقفش الثعبان فبتمشي وتسيبهم. فكريمة بتقول له انها عارفة انه عمل كده عشان مهتم بيها وانه حد كويس، لكن ما ينفعش يعمل حاجة زي كده تاني من غير ما يقولها. وبنرجع البيت وبتتخانق الخنزيرة معاها تاني، فبتيجي خالتها تفتكرها بتضرب بنتها، فبتطردها بره البيت عشان هي الحكاية ناقصة يعني. لكن طبعا عشان المخرج عايز كده بيبعت لها زيزو بالصدفة، قال يعني كوريا أوضة وصالة، وبيقعدوا سوا وبيعزمها تطلع معاه رحلة. وفي الرحلة بالليل بيحصل حريق صغير، لكن كريمة بيجيلها انهيار عصبي كله بيستغرب لأن الموضوع مش بيستاهل يعني، فبتسيبهم وبتطلع تجري. وبتلاقي الصدر الحنين زيزو فبيهديها وياخدها على موتوسيكل يغيروا جو ويتموحنوا شوية، وبسبب المحن ده بيعملوا حادثة وبيغمى عليهم هما الاتنين. وبتفوق هي الأول لكن مش بتعرف توصل لزيزو، وفي المدرسة بيتريقوا عليها إنها السبب في إن يحصل له كده. فبيسمعهم الواد الغلبان وبيتخانق عشانها وبيروح يطمن عليها، وبتسأله على زيزو فبيقول لها إن هو في القصر بتاعه مش هيجي المدرسة. فبتحس بالذنب وبتقرر تشغل درع منبه الحب اللي بيخلي الابليكيشن ما يرنش حتى لو هي معجبة بحد. وبتقرر إنها تنفصل عن زيزو لأن حياته مختلفة عنها في كل حاجة، وفعلا بتسيبه. وبيعدي 5 سنين وبتشوفه في إشارة لكن بيكون معاه حبيبته الجديدة، فبتقرر تشيل الدرع اللي حطته زمان، لكن بتلاقي إنه ما ينفعش يتشال غير من مصمم التطبيق نفسه. وبعدين بتفتح صفحتها على الانستا وبيظهر إنها عاملة صفحة مشهورة بترسم فيها صور عن أضرار ابليكيشن منبه الحب واللي بيعمله في الناس وبيتسبب في موت ناس كتير بسبب الانتحار. ولو عايز تعرف باقي الأحداث حط لنا لايك على الفيديو وقول لنا متوقع ايه اللي هيحصل لنهاية قصة حبهم.